بأهل البيت. وهذا بخلافه ما لو كانت تفترض هذه آية مستقلة في صدر ماذا؟ في صدر سورة من السور المهمة في القرآن الكريم. من الواضح إذا كانت آية مستقلة في صدر سورة من السور المباركة الكبيرة في القرآن وشأن نزولها أيضا متفق عليه بين المسلمين، كان يقع اختلاف بين المسلمين أو لا يقع؟ لا يقع. ولكنه أنت تجد في هذه الآية وتجد في آية التطهير مع أن الروايات من الفريقين تقول أنه في أهل البيت، ولكن إلى الآن الالتباس قائم بين المسلمين والشبهة والإجمال موجودون. هذا إذا اتضح ولعله والله العالم أيضا أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو أن الروايات التي تقول بأن خاتم الأوصياء أن الحج عليه أفضل الصلاة والسلام يأتي بقرآن غير قرآنكم، أو يوجد عندنا قرآن غير هذا القرآن، المراد مو فقط ترتيب السور مختلف، بل ترتيب السور وترتيب ماذا؟ وترتيب الآيات بالنحو الذي لا يوجد فيه هذا الالتباس الذي يوجد ماذا؟ الآن في بعض الآيات، بل في كثير من الآيات المرتبطة بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولعل الإخوة يعلمون بأنه جملة من المحققين يقولون لا أقل أنه نزلت في الإمام أمير المؤمنين 300 آية في القرآن الكريم. نزول 300 آية في القرآن الكريم، آية واحدة كافية لإثبات حقانيته وتقدمه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له